But time has turned even the brightest legacy to ash. In our absence, darkness has taken root, and its reach now threatens all worlds. From deep beneath the earth, something ancient begins to stir. The machines we buried have found their reason to rise again. Your hope is a dying ember, Prime. فيلمنا بيتكلم عن روبوت ذكي ومدمر وقوي جدا لدرجة انه بيستهلك اي كوكب بيقف في طريقه علشان يستخدمه كوقود ليه، والكائن ده اسمه يونيكورن، وهو حاليا بيبحث عن مفتاح اسمه ترانسوارب، وعاوز المفتاح ده لانه هيخليه يقدر يتنقل ما بين المجرات كأنها شوية شوارع عادية جنب بعض. وطبعا لو وصل للمفتاح ده نقدر نعتبر ان الكواكب كلها بقت شوية بنزين خلاص. المهم انه بعت اقوى المقاتلين عنده واسمه سكورج للكوكب اللي فيه المفتاح، وسكورج بدأ هو ومساعدينه انهم يتتبعوا المفتاح، بس سكان الكوكب وهم الغوريلات دي رفضوا فكرة انهم يسلموا المفتاح بكل بساطة، وكمان ساعدهم في كده مقاتلين الماكسيمالز اللي هم الطائر ده واصحابه النمر ووحيد القرن، وعلشان كده كلهم قرروا يهربوا من الكوكب خالص. انا فكرت انهم هيحاربوا مثلا، بس يعني هم اختاروا الطريق الاسهل، ما هو الجري نص الجدعنه برضو. المهم انهم قرروا انهم يهربوا بالمفتاح قبل ما يقع في ايد سكورج مساعد قائد الظلام، وقائد الغوريلات قرر انه يقف ويقاتل علشان يعطل سكورج واتباعه. وهو في الاول اعتقد انه ممكن يعمل حاجة لان بصراحة شكله كان مرعب، بس للاسف ما طلعتش بالشكل لانه ما كملش دقيقة في القتال، وسكورج لما خلص عليه اكتشف ان الباقي هربوا ومعاهم المفتاح، فطلع اليونيكورن سيد الظلام وبلغه باللي حصل. وسيد الظلام قال له يراقب المجرات لحد ما يشوف اي علامة ظهرت من المفتاح ويجيبه باي تمن، ولان يونيكورن كان جعان شوية كل الكوكب بتاع الغوريلات. نروح بقى لكوكب الأرض في سنة 1994 وبالتحديد في أمريكا، وهناك هنتعرف على نوح اللي حياته كانت كلها طموح، بس للأسف ما حلتوش ولا لحلوه، فاضطر انه يروح يقدم على وظيفة حارس أمني علشان يقدر يصرف على أخوه الصغير اللي ملوش غيره، ودي إلينا شغالة في متحف بيضم مجموعة كبيرة من التحف الأصلية، والجميل إنها عارفة تاريخ كل قطعة بتشوفها، لحد ما فجأة لقت قطعة جديدة داخلة للمتحف وشكلها كان غريب عليها وما تعرفش عنها اي معلومة، علشان كده القطعة دي شدت انتباهها، بس للأسف ما عرفتش تقرب منها علشان تدرسها، وده لان ممنوع اي حد يقرب من القطعة. وبالنسبة للأخ نوح لما وصل علشان يعمل مقابلة للشغل الجديد اكتشف ان المقابلة اتلغت وما بقوش محتاجين يوظفوا حد، وبكده الدنيا قلبت ضلمة في وشه، فقرر انه يلجأ للطريق الشمال اللي مفيش منه رجوع، مع انه مش بتاع كده بس الحاجة بتعمل اكتر من كده. المهم انه لجأ لواحد صاحبه علشان يعلمه السرقة، وصاحبه ده خده على جراج عربيات نظيفة وقال له يلا ادخل اسرق واحدة واخرج، والمعلم خد حباية شجاعة وتسلل جوه الجراج، وفي نفس الوقت إلينا كانت بتتسلل برضو علشان تدخل القطعة الأثرية، وده لأنها عاوزة تدرسها وتعرف ايه تاريخها. وفي نفس الوقت اللي وصلت فيه القطعة كان نوح وصل للعربية اللي هو ناوي يسرقها، وبسرعة قدروا انه يفتح قفل الباب، بس قبل ما يفتحوا القفل اتقفل لوحده، ففتحوا تاني بس اتقفل لوحده تاني، والمرة التالتة بقى الباب اتفتح عادي، ونوح كان مبهور بالعربية من جوه. وإلينا وهي بتدرس القطعة الأثرية دي فجأة لقيتها بتتفتت قدامها، فخافت واعتقدت ان هي اللي دمرتها، بس في الواقع القطعة دي هي المفتاح اللي الغوريلات هربت بيه من كوكبها. والمفتاح ده طلع شعاع قوي جدا للسماء وكمان ممتد لكل المجرات، بس محدش يقدر يشوفه الا مجموعة الآلات المتحولة اللي زي اوبتيموس، اللي اول ما شاف الاشعة دي استغرب وعمل استدعاء لجميع الاوتوبوتس التابعين ليه، وكلهم كانوا متخفيين على كوكب الارض. ومن ضمن الآلات دي كانت العربية اللي المعلم نوح كان ناوي يسرقها، وفجأة لقاها اشتغلت لوحدها وفي حد بيكلمها وبيستدعيها، وطبعا نوح مش فاهم اي حاجة، وكمان الامن شافه وعرف انه بيسرقها، ونوح بدأ يخاف من العربية وحاول ينزل منها، بس العربية منعته ينزل وكمان خدته واتحركت بيه، ويا عيني هو مصدوم
ومش مصدق نفسه، وده لانه ما بيتحكمش فيها، وبدأ يشك ان في جني هو اللي بيتحكم فيها. بس طبعا كل ده بدون فايدة، لان قوات الشرطة كانت كتير جدا بدأت تطارده، لانهم معتقدين ان هو اللي سرق العربية، ما يعرفوش ان العربية هي اللي خطفاه. لا، وكمان لما صاحبه لقى ان في شرطة سابه وخلع، بس العربية طلعت اصيلة وما تخلتش عنه، وعملت معاه احلى واجب، وده علشان يهرب. وكمان عملت منها نسخ كتير جدا علشان تقدر تهرب في وسط الزحمة. وكل ده بيحصل ونوح طبعا مصدوم، بس اكيد مبسوط من جواه لانه قدر يهرب. ولما وصلوا للمكان المطلوب العربية رمته منها واتحولت لآلي عملاق، ونوح خاف منها وحاول انه يضربها بحتة حديد بسيطة كده، بس رد العربية عليه كان اقوى شوية. ولما نوح خاف الآلي سابه وعرفه على نفسه وقال له انا فضائي واسمي ميراج واحب اننا نكون اصحاب. وفجأة باقي الفرقة دخلوا عليهم ومعاهم اوبتيموس، وكلهم رفضوا فكرة ان ميراج جاب لهم بشري معاه، بس ركنوه في جنب لحد ما يخلصوا اجتماعهم. واوبتيموس قال لهم انهم كده اخيرا لقوا المفتاح اللي هيستخدموه علشان يرجعوا بيه لوطنهم، بس ما كانوش عاوزين ياخدوه من البشر بالعنف علشان مش حابين يدخلوا في اي معركة معاهم. وعلشان كده قرروا انهم يلجأوا لنوح وطلبوا منه انه يساعدهم ويسرق لهم المفتاح من المتحف. وطبعا نوح رفض، بس ميراج اقنعه انه يوافق بعد ما قال له لو نفذت المهمة دي هتحول لعربية غالية واسمح لك تبيعني ووقتها هتبقى غني. وفي نفس الوقت إلينا كانت لسه شغالة بتدرس المفتاح ده ومش عارفة عنه اي حاجة، بس شافت عليه رموز غريبة فسجلتها معاها. وميراج خد نوح وراح بيه للمبنى اللي المفتاح فيه، وتخفف عربية نفايات علشان يعرف يدخل. وفي نفس الوقت في كائنات آلية غير مرحب بيها، واللي هم سكورج مساعد قائد الظلام وأتباعه، كانوا شافوا الأشعة اللي طالعة من المفتاح وتوجهوا ناحية الأرض ورايحين للأشعة هم كمان. ونوح أخيرا قدر إنه يدخل المبنى وكان خلاص هياخد المفتاح، بس لقى إلينا بتحاول تهرب بيه، فحاول يقنعها تسلمه له لكن رفضت. وفجأة وهم بيتكلموا سكورج دمر المبنى، وأول ما إلينا شافتهم رمت المفتاح لنوح وقالت له خده وسابته وطارت. بس سكورج ما سابهمش وبعت وراهم شوية آليين أطفال علشان يقبضوا عليهم ويسلموا المفتاح. وأوبتيموس وأتباعه لما شافوا إن في حاجة غلط بتحصل اتدخلوا في المعركة، والمعركة كانت صعبة جدا عليهم، وخاصة لان سكورج مدعوم من قوة الظلام، وكان اقوى بمراحل من اوبتيموس اللي اتصدم من قوته، وكمان قدر انه يعلم عليه. والاتنين دول لسه بيحاولوا يهربوا، بس الكائنات دي مش سايباهم في حالهم، ومع كده عرفوا انهم يهربوا منهم ويخرجوا من المبنى. بس يا ريتهم ما خرجوا، لانهم لقوا معركة عمالقة شغالة بره، ولو واحد فيهم حرك رجله حركة غلط ممكن يفعصهم بكل بساطة. وكمان كانوا مستهدفين من اتباع سكورج لان المفتاح معاهم، كل ما يروحوا في مكان يتضربوا، لحد ما في آلي فجر قنبلة جنبهم والمفتاح وقع منهم. وسكورج تعصب وقرر انه يخلص المهمة دي بسرعة، فطير بامبل بي من وشه، وكمان عمل الغلط مع اوبتيموس وما سابش فيه حتة سليمة، وحط رجله فوقه وكان هيخلص عليه. لكن بامبل بي رجع بسرعة علشان ينقذه، وللأسف هو اللي مات بدل اوبتيموس. وسكورج ما سابوش الا لما خلص. وقبل ما يمشوا إرايزو النسر وصل علشان يدافع عن المفتاح وولع في المكان بالكامل، بس ملحقش يعمل حاجة لان سكورج خلاص كان خد المفتاح اللي هو عاوزه ومشي. واوبتيموس خد اتباعه ومشوا بسرعة من المكان قبل ما الشرطة تشوفهم. وسكورج راح ليونيكورن سيد الظلام وسلموا المفتاح علشان يرجع يحكم العالم ويتغذى عليه. بس سيد الظلام اتعصب على سكورج لانه جابله نص المفتاح بس وكان هيخلص عليه، لكن سكورج ترجاه انه يديله فرصة اخيرة علشان يجيب له النص التاني. وهنعرف ان قوات الماكسيمالز هم اللي قسموا المفتاح لنصين علشان محدش يعرف يلاقيه بسهولة. وإرايزو اللي من قوات الماكسيمالز قالت لأوبتيموس انهم قسموا المفتاح بس ما يعرفوش فين النص التاني. ووقتها إلينا اتدخلت في الكلام وقالت لهم انهم اكيد هيلاقوا النص التاني في مكان اسمه بيرو. سألوها عرفت منين؟ فقالت لهم الرموز اللي كانت على المفتاح دي كانت مكتوبة في مكان واحد بس، وهو معبد قديم في مدينة بيرو. فقرروا انهم يتحركوا بسرعة قبل سكورج ما يوصل للنص التاني قبلهم. ونوح قبل ما يمشي حب انه يروح يطمن على اخوه الاول، وميراج لانه ما بيريحش نفسه حب يراقبهم في صمت، فعمل صوت بالغلط والطفل اخو نوح شافه واعجب بيه. ونوح قال له انه مضطر يسيبه يمشي علشان عنده مهمة، وهي انه محتاج ينقذ العالم. واتحرك مع ميراج والفريق بالكامل اتجمع علشان يقابلوا الطيارة اللي ما فيش فيها حتة سليمة دي، وده لانها هي اللي هتنقله
وفي الطريق نوح قال لإيلينا احنا لما نلاقي النص التاني من المفتاح لازم ندمره، علشان احنا ما بنضمنش الآليين دول، ولو وقع في ايد حد غلط يبقى اكيد العالم بتاعنا هيتدمر. فقالت له بس انت كده هتحبس اوبتيموس وفرقته في كوكبنا للابد. فقال لها مش مهم، كل واحد بيحارب عشان بقاء العالم بتاعه. واول ما وصلوا لألبيرو قابلهم الآلي هناك تبعهم برضه علشان يرشدهم لطريقهم، والآلي ده قال لهم على المكان اللي هيلاقوا فيه باقي المفتاح، بس للاسف مش هيعرفوا يجيبوه بنفسهم لان المكان مليان بشر، وعلشان كده هيضطروا ينزلوا نوح وإيلينا علشان هم اللي يجيبوا المفتاح بسرعه. وميراج ادى لنوح قطعه منه علشان يحمي نفسه بيها، ونوح وإيلينا بداوا يتسللوا لحد ما دخلوا للمعبد اللي المفروض باقي المفتاح فيه. وإيلينا لانها بتفهم في الكلام ده عرفت ان المكان اللي واقفين عليه عباره عن بوابه، فطلبت من نوح يساعدها في انهم يفتحوها، وفعلا اتفتحت معاهم ولقوها عباره عن حفره مرعبه، فدخلوا جواها. وفي نفس الوقت مساعدين سكورج وصلوا للمكان وبيتسللوا برضه علشان قوات اوبتيموس ما تشوفهمش. والاتنين دول لما دخلوا المكان لقوه عباره عن مدينه تحت الارض، فبحثوا في المكان لحد ما لقوا الصندوق اللي محتاجينه، بس لما فتحوه استغربوا لانهم لقوه فاضي وكان فيه نقوش مكتوبه فيه. وبسرعه إيلينا سجلتهم، وقبل ما يمشوا من مكانهم لقوا الكائنات بتاعت سكورج وراهم، فبداوا يهربوا. بس من الواضح ان المطارده بينهم كانت صعبه جدا، وكمان المطارده بره بين الآليين كانت شغاله، والوضع كان شكله صعب جدا على اتباع اوبتيموس. وبالنسبه لنوح وإيلينا فاتزنقوا وما بقوش عارفين يهربوا. وقتها نوح عرف ان اللي في ايده سلاح بالصدفه بعد ما طلع منه طلقه ودمرت الآلي اللي قدامه. واوبتيموس قرر انه مش هيهرب وحب انه يرجع شرفه من سكورج، ووقف علشان يدخل معاه في معركه، والباقيين برضه بيطاردوا بعض، والمطارده بينهم قويه بس صعبه على اتباع اوبتيموس. لكن مع كده قدروا انهم يقاوموا، وسكورج واوبتيموس كانوا هيبداوا طحن في بعض، بس إرايزو وقفت في النص بينهم وهجمت على سكورج اللي اتعصب منها وضرب عليها حاجه غريبه وصابتها في جناحها، والحاجه دي بدات تنشر حاجه شبه الوباء في جسمها. واوبتيموس ساب سكورج وانسحب من المكان لان القتال ده ملوش اي لازمه دلوقتي. ونوح وإيلينا اول ما خرجوا من الكهف اللي هم فيه لقوا غوريلا عملاقه ظهرت في وشهم وشكلها كانت متضايقه، وسالتهم انتوا ليه بتبحثوا عن المفتاح. وميراج وصل في وقته علشان يدافع عنهم، بس الفهد وصل وثبته هو كمان، وكمان وحيد القرن وصل والوضع بدا يسخن. واوبتيموس وصل وقال لهم كل واحد يلزم مكانه، والجو كان متكهرب لحد ما إرايزو وصلت وعرفت الكل على بعض، وده لانها صاحبه الطرفين، وبكده بقى كل دول فرقه واحده. وإرايزو قالت لهم اهم حاجه دلوقتي اننا نلاقي الجزء الباقي من المفتاح. ووقتها الغوريلا قالت لهم احنا اللي غيرنا مكانه من زمان علشان نحافظ عليه ونحميه بشكل احسن. وكلهم اتحركوا معاه علشان يروحوا للجزء الباقي من المفتاح، واللي طلع انهم شايلينه عند جماعه من القبائل القديمه. واوبتيموس كان متحمس جدا انه يستخدم المفتاح علشان يستدرج سكورج ناحيته، بس الغوريلا رفضت كده لانها عارفه ان سكورج اقوى منهم. وبالليل اوبتيموس سال الغوريلا لو الطاقه اللي في الارض دي تقدر ترجع بامبل بي تاني للحياه، فقال له ممكن يرجع، بس لازم الطاقه دي تتعرض لطاقه قويه جدا علشان تنشطها، ووقتها بامبل بي هيقدر يقوم تاني. وللاسف ان الطاقه الهائله اللي محتاجينها دي مش موجوده على الكوكب ده خالص. وتاني يوم إيلينا صحيت على صوت غريب، فراحت تشوف فيه ايه، ولقت ان إرايزو مش قادره تسيطر على نفسها بسبب ان سكورج مسيطر عليها بعد ما ضربها بالقطعه الغريبه بتاعته. وكمان بلغت سكورج بمكانهم وهربت من المكان. والغوريلا سلمت المفتاح لنوح وقالت له ياخده ويهرب. وقبل ما تخلص كلامها اتباع سكورج هجموا عليها، ونوح خد إيلينا والمفتاح وهربوا من المكان، وقرر انه يدمر المفتاح بسرعه قبل ما حد يوصل له. بس اوبتيموس لحقه وقال له لو دمرت المفتاح ده هتحرمنا من ان نرجع لوطننا تاني. ووقتها نوح رجع في كلامه وما دمرش المفتاح، وإيلينا خدت المفتاح وقبل ما تتحرك إرايزو وصلت وخطفتها وهربت بيها. وبسرعه الغوريلا واوبتيموس راحوا وراها علشان ينقذوها ويرجعوا المفتاح، بس للاسف اتاخروا شويه لان إرايزو كانت خلاص سلمت المفتاح لسكورج اللي طلب منها تخلص على اصحابها. ففاقت شويه وطلبت من الغوريلا انها تخلص عليها لانها مش قادره تقاوم السيطره بتاعت سكورج. والغوريلا كانت رافضه تعمل كده، بس اضطرت انها تخلص عليها علشان تنقذ إيلينا من الموت. وكلهم اتجمعوا وعرفوا انهم خلاص خسروا المعركه ضد سكورج اللي طلع على قمه جبل عالي وربط المفتاحين ببعض، وعن طريقهم بدا يفتح بوابه لسيده سيد الظلام يونيكورن ويستدعيه عن طريقها. والجماعه دول قاعدين تحت منهزمين ومستسلمين لحد ما نوح قال لهم انا لسه ما خسرتش ولسه قادرين ان احنا نوقف اللي بيحصل ده. والغوريلا قالت مستحيل نقدر نوقف المفتاح بعد ما اتفعل، لاننا لو وقفناها هيعمل انفجار مدمر الا لو عرفنا الاكواد اللي مكتوبه على المفتاح وقدرنا نوقفه بيها. ووقتها إيلينا اتدخلت بسرعه وقالت انها مسجله الاكواد دي معاها، وبكده بقى عندهم امل يخليهم يكملوا القتال. والتاني مره هيحتاجوا تدخل نوح وإيلينا علشان يمشوا في انفاق صغيره بدون ما حد يشوفهم ويوصلوا للمفتاح ويعطلوه. واوبتيموس واتباعه هيكونوا فوق وهيدخلوا في معركه مع سكورج علشان يشتتوه وما ياخدش باله من نوح وإيلينا. وفعلا بداوا في تنفيذ خطتهم، وسكورج اول ما شافهم استعان بجيش كامل من الآليين الصغار عن طريق البوابه اللي فتحها. والمعركه بينهم بدات وكانت معركه قويه جدا على الطرفين. وميراج وصل
إلينا ونوح لفتحات التهوية علشان يتسللوا منها، وهو قرر انه يقاتل سكورج لوحده علشان يشتته، والمعركة بين دول لسه شغالة والتدمير فيها كتير. الواحد لو يلم بقايا المعركة دي هيبقى تاجر قطع غيار عربيات قد الدنيا. المهم ان ميراج وصل لسكورج ودخل معاه في معركة، واوبتيموس والغوريلا زنقوا واحد من اتباع ميراج وحولوه لقطع غيار كتير جدا، دراسه لوحدها بقت 1000 قطعة غيار. وبالنسبة لميراج فطبعا كلنا عارفين ان سكورج هيجيب منه عربيات صغيرة، ولانه غبي اول ما شاف نوح في فتحات التهوية قال له اهرب. وقتها سكورج عرف ان نوح تحت فمسكه هو كمان، وإلينا كملت هروب لوحدها، وميراج انقذ نوح قبل ما سكورج يقتله، وحب يعمل نفسه بطل بس كل على عينه. لكن شهادة حق هو الوحيد اللي كان قادر انه يهين سكورج بما فيه الكفاية، وكمان قدر انه يكسر القناع بتاعه، وبسرعة نطه قدام نوح علشان ياخد الضربات بتاعة سكورج بداله. بس للاسف ما استحملش كتير ووقع فوقه ميت، وسكورج بعت آلي من بتوعه ورا إلينا علشان يخلص عليها، ويونيكورن في الفضاء وبدأ يقرب من البوابة ويرمي فيها آليين كتير من جيشه، والمعركة شكلها اتقلبت لصالح سكورج. بس فجأة ميراج فاق وطلب من نوح هو اللي يتحكم فيه، ونقل جسمه بالكامل لنوح، وبكده بقى نوح وميراج شخص واحد. والاخ نوح اول ما فكر يتخانق مع حد دخل البوس سكورج، وكان قلبه جايبه قوي، ولحسن حظه ان اوبتيموس وصل علشان يساعده. تخيلوا ده تافه قد ايه بالنسبه لاوبتيموس، يعني كان بارود بالنسبه له، لا وكان عاوز يتغلب على سكورج لوحده. المهم ان هما الاثنين عملوا مع بعض دويتو قوي جدا ضد سكورج، والاله اللي فيها المفتاح ضربت شعاع قوي للسماء فعملت طاقه قويه جدا في المكان، ومن قوتها فعلت الطاقه اللي في الارض. والطاقه اللي في الارض بعد ما اتفعلت قدرت انها تصحي بامبل بي تاني، ونوح راح بسرعه لرجل سكورج وطعنه فيها فعجزه، واوبتيموس شغال طحن فيه ومش راحم. لكن ما لحقوش يفرحوا كتير لان في آلي خد نوح بسرعه وطار بعيد، وآليين كتير هجموا على اوبتيموس وشغالين طحن فيه. وبسرعه الطياره خدت بامبل بي ورمته لاوبتيموس في ارض المعركه، وكان نازل متحمس جدا وخلص على كل الآليين اللي وقفوا في طريقه، وكان عامل اداء فوق العالي بصراحه، يعني لا هو فوق العالي بزياده كمان. وكمان انقذ نوح من اللي محاصرينه واوبتيموس من اللي بيدمروا فيه، وتحول لعربيه وخد نوح على ظهره علشان يدخلوا تاني لارض المعركه. وإلينا وصلت لجهاز التحكم والمفروض انها توقف المفتاح، واوبتيموس راح لسكورج لانه مش ناوي يسيبه الا لما يخلص عليه. وسيد الظلام لسه بيرمي في آليين علشان يعزز جيشه في الارض، والمعركه لسه شغاله وفي عز حماسها، ونوح بيحاول يحمي إلينا لحد ما تقفل البوابه. وسيد الظلام كان مستعجل وبيحاول يدخل من البوابه بسرعه مع انها لسه ما اتفتحتش كامله، وإلينا اخيرا عرفت تكتب الرقم السري وكانت خلاص هتقفل البوابه، بس بسرعه سكورج ضرب لوحه التحكم وفجرها علشان البوابه ما تتقفلش. واوبتيموس اتضايق منه بعد اللي هو عمله ده فحوله لشويه قطع غيار كتير، وكمان غرس سيفه في دماغه ففرتكها. وبعد كده قرر انه يضحي بنفسه وطلب من كل اصحابه انهم يهربوا من المكان علشان ناوي يدمر المفتاح بنفسه. وبامبل بي خد إلينا ونوح واتحركوا بسرعه من المكان مع باقي اصحابهم، واوبتيموس ضرب المفتاح بكل قوته فدمره وعمل انفجار قوي جدا، وكل حاجه بدات تتسحب للفضاء عن طريق البوابه اللي اتفتحت. واوبتيموس كان هيتسحب بس نوح رجع بسرعه ومسكه وحاول انه ينقذه، بس قوه السحب كانت اقوى منه واوبتيموس كان هيطير، لكن الغوريلا وصلت وانقذته وكلهم هربوا مع بعض من المكان اللي بينهار حواليهم من كل اتجاه. وبكده خلاص اخيرا انقذنا الكوكب، ونوح بقى عنده بدله قتاليه خاصه بيه. وكمان ميراج رجع تاني عايش طبيعي، ونوح رجع لاخوه تاني وكان فرحان انه شافه من تاني قبل ما يموت. وإلينا بقت مشهوره وبتطلع في التلفزيون وحياتها اتغيرت، وده لانها هي اللي ظهرت في الصوره انها اكتشفت شبكه انفاق تحت الارض، والشبكه دي بيرجع تاريخها لاكتر من 5000 سنه. ونوح راح يقدم على وظيفه حارس امن تاني، بس اكتشف ان اللي بيعمل معاه انترفيو ضابط امن قومي وعارف كل اللي حصل، وقال له انا عارف باللي انت عملته انت وإلينا واصحابك الآليين. بس نوح طبعا عمل نفسه عبيط وانكر، والراجل ده قال له انا كنت متوقع انك تنكر، ده طبيعي، بس المهم انك انقذت العالم، وفي المقابل هنقدم لك وظيفه حلوه وكمان علاج لاخوك في انظف المستشفيات وتحت ايد افضل الاطباء في العالم، وكل ده مجاني. وساب له الكارت بتاعه وقام فتح باب سري فدخله على منظمه سريه متطوره جدا، والفرقه السريه دي اسمها GI جو. ونوح خرج وراح لصاحبه اللي كان بيسرق معاه في اول الفيلم وتخلى عنه، وكان معاه ميراج على هيئه عربيه مصديه وجربانه، وصاحبه فضل يضحك عليه وقال له انت ليه بتضيع مهاراتك على عربيه مصديه وملهاش اي لازمه زي دي. ونوح حب انه يرد عليه فقال لميراج يتحول، ووقتها ميراج قام على هيئه آلي. وطبعا اخينا ده بقى مصدوم ومتنح ومش قادر يتحرك من الصدمه. وهنا بيخلص فيلمنا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا نبدأ الفيلم التاني.
وبيبدأ بحرب بين كوكب سايبرترون لان في جيش اسمه ديسبتيكون بيهجم على سكان الكوكب ده. ومحدش يسألني ايه الاسامي الغريبة دي لان انا اصلا بنطقهم بالعافية. وهم عامة اصلا كلهم شوية عربيات متطورة وحديثة بتحارب بعضها، والالات اللي بتدافع عن كوكبهم تحت قادة اوبتيموس، والهجوم كان قوي جدا عليهم. غير طبعا انه كان مفاجئ، فبدأوا يخسروا. اوبتيموس استدعى بامبل بي، وهو ده بقى بامبل بي، وراح له بسرعة. واوبتيموس امر كل الالات اللي اتبقت معاه انها تنسحب عشان يلاقوا ملجأ عشان يقدروا يستردوا كوكبهم لكن في وقت تاني. وكلف بامبل بي بمهمة صعبة، وهي انه هينزل على كوكب الارض ويعمل قاعدة هناك ليهم لحد ما يجمعوا جيش كبير ويروحوا وراه. وقال له ما ينفعش ان الديسبتيكون يعرفوا حاجة عن خطتنا دي لان لو بوظوها شعبنا هيتباد نهائي. وفعلا بدأ يهرب، واوبتيموس حاول يحميه لحد ما يخرج من الكوكب، وفعلا خرج من الكوكب. ودي كانت مقدمة فيلمنا بامبل بي. ونروح بقى في كوكب الارض سنة 1987، وجاك بيتدرب مع الكتيبة وعاملها فرقتين وبيحاربوا بعض هو وداني. وشاف حاجة شبه نيزك طايرة ناحيتهم، فحذر الكل وخدوا كفر. وجاك كلم الكتيبة بتاعتهم تبعت لهم مسعفين ودعم عشان يشوفوا ايه اللي حصل ده. لكن بعد كده اتفاجئ باللي واقف قدامه، والآلي ده بقى هو بامبل بي، وهنسميه بي الفقري لانه اختار احلى موقع يقع فيه، موقع تدريبات جيش. والجيش حصره من كل ناحية وحاول يهرب منهم، وخد شكل عربية جيب، وتقريبا كده بيقدر ياخد شكل اي عربية بكيفه. لكن حصروه تاني، فكلمهم وقال لهم انه ما بيحاولش يأذي حد. وفجأة ظهر وراهم طيارة وقال لهم ياخدوا كفر، لكن ما لحقوش لان الطيارة ضربت عليهم صواريخ وفرتكتهم وتحولت لآلي. وحاول يقتل بيه الفقري، وبعد ما طحنوا سألوا فين مكان اوبتيموس، فقال له انه مش هيتكلم. والآلي قال له تمام قوي، ده انا اصلا كنت ناوي اخليك ما تتكلمش خالص. وسحب منه الجزء الخاص بالكلام، وبعد كده نزل عشان يقتله. لكن بيه الفقري عمل حركة ذكية وعرف يخلص بيها عليه. وبعد ما المعركة خلصت اكتشف ان ذاكرة بياناته حصل فيها خلل، وبكده فقد كتير من ذاكرته ومشي وهو مصاب. وجاك كان مصاب جامد برضه لكن لسه عايش، وبيبص على بيه. وبيه وقع جنب شاطئ وبدأ يفقد كل بياناته. اخر حاجة شافها كانت العربية الخنفسة دي. وبعد كده فقد كل بياناته وفصل، وممكن نقول اغمى عليه. ودي تشارلي بنوتة قطقوطة وكيوتة، ولما بتقوم من النوم بتغسل سنانها عادي، وبتعمل حاجات غريبة مش عارف ايه الصراحة. وابوها ميت، وامها متجوزة واحد اسمه رون. وتشارلي دي بقى بتحب الخليل كوميدي اكتر من انها ممكن تبص لرون جوز امها. ولكم ان تتخيلوا بقى العناء اللي بيحصل لها. وواخدة جوائز كتير في الغطس لانها كانت بتحبه، لكن بعد ما ابوها مات فقدت حبها لاي حاجة وتخلت عن حلمها. وكل اللي يهمها انها تكمل تصنيع العربية اللي هي وابوها كانوا بيصنعوها مع بعض. وراحت لحوش قطع غيار عربيات عشان تدور فيها على اي قطع، على امل انها ممكن تلاقي اي حاجة تنفعها. لحد ما شافت العربية الخنفسة دي بالصدفة، وكانت عربية قديمة لدرجة ان النحل عامل فيها خلية. لكن لما دخلتها لقت فيها مفتاح، ففرحت بيها وشغلتها، وبدأت تعمل صوت غريب شبه التردد. ووصل للاتنين دول في كوكب سايبرترون. ودول بقى مهمتهم انهم يبحثوا عن اتباع اوبتيموس عشان يعرفوا مكانه ويخلصوا عليه قبل ما يبني جيش كبير. وده واحد من اللي كانوا بيستجوبوهم، لكن خلصوا عليه لما ما كانش فيه منه فايدة، وبدأوا يتحركوا عشان يوصلوا لبيه الفقري. وتشارلي ما عرفتش تشغله فسابته ورجعت تاني لبيتها عشان تكمل تصنيع في العربية، لكن فقدت الامل انها تعرف تعملها بدون ابوها. وكانت حزينة جدا، ورجعت لصاحب المكان اللي فيه العربية وقالت له لو عرفت اشغلها ممكن اخدها وهشتغل عندك سنة مقابل تمنها. ايه رأيك في الصفقة الجميلة دي؟ وبصراحة جده كان طيب خالص، وقال لها تقدري تاخديها هدية عيد ميلادك بدون ما تشتغلي عندي ولا حاجة. ففرحت قوي، ودي تقريبا اول مرة تفرح كده من مدة طويلة. وبدأت تعمل شوية صيانة على العربية لحد ما عرفت تشغلها، وكان قلبها يقف من الفرحة. وعدت على جده صاحب المكان، وكان فرحان جدا بفرحتها برضه. وخدتها وراحت البيت، واول ما وصلت في دراع وقع منها. وتشارلي حبت تشوف ايه ده، فنزلت تحتها وشافت ان عندها راس وعينين بتبص لها، فخافت. وعندها حق الصراحة لان العربية اتحولت لآلي قدامها. وتشارلي كانت هتهرب، لكن العربية خافت وراحت قعدت في جنب شبه الاطفال، وكانت محترمة جدا. وامها دخلت عليها فجأة، لكن العربية خدت شكلها الطبيعي. وتشارلي قالت لها ان واحد معرفة اداها لها هدية، وامها فرحت لها وسابتها ومشيت. والعربية رجعت تاني لشكلها، وكانت خايفة من تشارلي، وخاصة وهي ماسكة مفتاح، اللي هو يعني انت ناوية تفككيني ولا ايه؟ وتشارلي شالت المفتاح من ايدها وقالت لها مش هأذيكي. والعربية طمنت لها، وتشارلي سألتها لو بتفهمها، وبي شاور لها وبقوا اصحاب وتعرفوا على بعض. وتشارلي كل ما تسأله على حاجة زي اسمه او جاي منين ما يعرفش يرد، لانه اولا ما بيتكلمش، وثانيا هو مش فاكر حاجة خالص. وتشارلي قالت له هنسميك بامبل بي، وهو ده اسمه اصلا. ودول اتنين بيتخانقوا مع بعض عادي، وشافوا نيزك نازل عليهم. والراجل خاف على عربيته جدا، لكن النيزك نزل بعيد عنها بكام سنتي. والراجل ده فرح قوي على عربيته، لكن ما لحقش يفرح لان في واحد تاني نازل ومنشن قوي على عربيته. والنيزكين دول بقى عربيتين وتحولوا لآليين، وفقعوا الراجل ده كانه فقاعة ميه. موتة تحسها لطيفة خالص، ما تحسش انه مات اصلا. والعربيتين دول بدأوا يتجهوا ناحية الغرب عشان يوصلوا لبي. وجاك جاله اخبارية ان في 2 آليين نزلوا الارض، وكمان عرفوا مكانهم. فرح لهم
عشان يقابلهم، وتشارلي خدت بيه عند الشاطئ عشان محدش يشوفهم، وكمان تعلموا شويه وسائل للامان. واول ما تحول لآلي غرقها بالتراب وبعد كده حاول ينفضها على انها لايقين على بعض، وقالت له ان الناس لو شافته ممكن يحبسوه في مختبرات او يفككوه ويعملوه قطع غيار لعربياتهم، وعشان كده لازم يحاول ان محدش يشوفه وهو آلي غيرها. وحبت تعمل معاه اختبار وقالت له الحق في ناس استخبى، وهي طبعا تقصد انه يرجع لشكل العربيه، لكن هو كده استخبى. ولما بصت له فقدت الامل فيه خالص. والجيش قطع طريق العربيتين دول، وفي واحد منهم كان عاوز يخلص عليهم، لكن العربيه التانية قالت له ما ينفعش دلوقتي لاننا محتاجينهم، وقالت لهم ان في واحد مننا في العالم بتاعكم وعاوزين نقبض عليه بمساعدتكم، وده معناه انهم عاوزين يعملوا اتصال للاقمار الصناعيه بتاعه البشر، وده عشان يعرفوا يبحثوا عن بيه. وجاك رفض يساعدهم، فقالوا له لو ما ساعدتناش الحرب بتاعه عالمنا ممكن تكبر وتوصل لكم، وهو ده اللي في ايده المفتاح انه يوقف الحرب دي. ولو الحرب وصلت عندكم في الكوكب بتاعكم غالبا كده هيتدمر وهيتقلب لرماد. وفي عالم كان واقف مع جاك اتدخل وقال لهم هنسال الرؤساء بتوعنا ونرد عليكم. وتشارلي حاولت تصلح بيه فطلع منه اشاره، واوبتيموس كان بعت له رساله وقال له فيها ان الحرب لسه شغاله، وبيه بدا يفتكر هو ازاي وصل لكوكب الارض. وكمان افتكر اوبتيموس وهو بيحارب الالات الكتير لوحده، وكان بيحاربهم عشان يوفر له وقت ويهرب. وتشارلي فضلت تساله شويه اسئله وما عرفش يرد عليها، فخدته للبيت وخدت المسجل اللي في العربيه بتاعت ابوها وركبته له، وفضلوا يسمعوا اغاني مع بعض ويرقصوا. وافتكرت ابوها وقالت له انا كنت دايما بسمع الاغنيه دي مع ابويا واحنا بنحاول نصنع العربيه دي، وكان نفسي اعرف انهي تصنيعها لاني لو عملت كده احس اني بكلمه عن طريقها. وفضلت تعيط، وبيه خدها في حضنه، وده حضن حلال بيتهيألي دي عربيه يا عم الحاج. والجيش وافق يسمح للعربيات دي بانهم يستخدموا الاقمار الصناعيه بتاعتهم على امل انهم ممكن يعرفوا ياخدوا منهم اي معلومات تسمح لهم بالتطور اكتر. وده ميمو ومعجب بتشارلي وعاوز يرتبط بيها، ودخل عليها فجأة في الجراج وهي بتتكلم مع بيه وشافه وكان مصدوم وهيهرب، لكن تشارلي مسكته واتعرفت عليه وقالت له انا اقدر اشرح لك اللي انت شفته. طب بص، هو بصراحه كده انا مش هقدر اشرح حاجه، لكن هتفق معاك اتفاق، لو قلت لاي حد على اللي شفته هضطر اني ادوسك بعربيتي. فاتصدم فاعتذرت له وقالت له ما ينفعش حد يعرف بوجوده لان ده خطر عليه. وبعدها سمحت لبيه يظهر قدامه وكان خجول قوي. والروبوتات بدات تجمع كل البيانات اللي محتاجاها، وبيه بدا يستخدم الراديو عشان يعرف يتكلم مع تشارلي اللي هو يلمح لها بالكلام عن طريق الاغاني وهي تفهم بطريقتها بقى. وكان ماشي بسرعه كبيره جدا، والرادار لقطه والشرطه راحت وراه، لكن بيه عمل مع عربيه الشرطه الصح وتخلص منها وهرب. وتاني يوم تشارلز اعتذرت لبيه انها هتضطر تخرج بدونه لان الشرطه لو شافته هيقبضوا عليهم هما الاثنين. وبيه قال لها طب هاتي بقى اللي في ايدك دي قبل ما تمشي، فسابتها له ومشيت. وبعد كده حب يستطلع البيت، وكبدايه كسر الباب، ومش هقول لكم هو كسر ايه كمان لانه ما سابش حاجه سليمه. وبعد كده شاف مخرج الكهرباء فحط ايده فيه شبه اي طفل نفسه ينتحر، فوصل له شحنه كهربائيه قويه، وفي نفس الوقت عطلت الكهرباء اللي في الشوارع، والالات عرفوا طريقه بسبب الكهرباء دي. وفي كتيبه كامله من الجيش راحت له مع الالات. وتشارلز وصلت البيت وبيه كان لسه موجود، لكن عمل البيت طبق سلطه واعتذر لها. وبعد كده دخلته الجراج تاني، وامها وصلت وشافت البيت متدمر كده، وتشارلي اعتذرت لها وخرجت خدت بيه ومشيت هي وميمو. كانت حزينه جدا لانها مفتقده ابوها، وكان نفسها انه يكون معاها في الوقت ده. وفجاه الجيش قابلهم في الطريق وحاصرهم وقال لهم ينزلوا من العربيه. واول ما نزلوا الجيش حاول يقبض عليهم، لكن بيه اتحول وخد تشارلي وهرب بيها، لكن ما لحقش يهرب بيها كتير لان العربيتين الاليين دول وصلوا واتضربوا عليه وبداوا يستجوبوه عشان يقول لهم على مكان اوبتيموس، لكن كانوا بيستجوبوه بعنف شويه. وبعد كده الجيش بدا يكهربه لحد ما فقد الوعي تاني. وتشارلي حاولت تدافع عنه، لكن لما لمسته اتكهربت برضه اغمى عليها. وفاقت وهي في بيتها وسمعت جاك وهو بيقول لامها ان بنتك سرقت ملكيه حكوميه، فقالت لهم انا ما سرقتش حاجه، وحاولت تعترض لكن امها قالت لها تدخل لغرفتها، بس هي خلعت. وطلبت من ميمو يساعدها عشان تنقذ بيه، وهو فعلا وافق يساعدها، وعرفت المكان اللي بيه محبوس فيه من الاخبار. ولما وصلت شافت الالتين دول بيعذبوا بيه عشان يعترف لهم بمكان اوبتيموس، والعالم بتاع الجيش كان واقف معاهم وهو ما اعترفش، لكن من كتر التعذيب النظام بتاعه طلع صوره مجسمه لاوبتيموس وهو بيقول له على خطته هي انهم يجتمعوا على الارض. والعربيتين دول قالوا مصلحه نخلص عليهم لما يوصلوا، كمان نحول الكوكب ده الرماد. والعالم سمع الكلام ده وكلم جاك بسرعه وقال له ان الالات ناويه تدمر الكوكب بتاعنا وحاول تخلص منهم بسرعه. وهم بقى حولوا البتاع ده لفقاعه ميه نفس الموتة اللي شكلها لطيف. وبعد كده قرروا انهم يروحوا عند برج الاتصالات عشان يبعتوا اشاره للجيش بتاعهم وينزل للارض. وقبل ما يمشوا ضربوا بيه بطلقه عطلته، وهي دي المفروض يعني قتلته. وكل ده تشارلي شايفاه، ولما مشيوا راحت له بدات تصعقه باسلحه الكهرباء بتاعه الجيش على امل انه يفوق. وهو فعلا فاق بعد ما هي فقدت الامل وفرحت قوي بيه. لا وهو مش فاق وبس، ده فاق وبقى قادر يعمل استرجاع لكل الذاكره بتاعته كمان. والجيش وصل وبيه لسه بيستعيد ذاكرته، قبضوا على ميمو وتشارلز وبيه خرج وراهم عشان ينقذها، لكن مسكوه بحبال قويه وما كانش قادر يتصرف لحد ما جاك ضرب تشارلي قدامه فتحول عليهم ووقف
عينه قلبت احمر. وبعد كده ناول جاك واحده طيارته، يعني عمال من الصبح يقول لكم انا مش عاوز اذيك وانا مش عايز اذي حد وانتوا ما فيش دم خالص، يبقى لازم نوريكم العين الحمراء بقى. وشغل المدفع بتاعه وفرتك القوه اللي كانت بتحاول تدمره كامله لحد ما تشارلي طلعت له قالت له يوقف اللي هو بيعمله، وهو سمع كلامها وخدها وراحوا بسرعه عشان يمنعوا العربيتين دول من انهم يستدعوا جيشهم. وميمو ما راحش معاهم عشان يعطل العربيات اللي هتروح وراهم. والعربيتين دول بداوا يستخدموا برج وحطوا فيه قطع عشان يوصلهم لكل الاقمار الصناعيه ويقدروا يبعتوا رساله للجيش بتاعهم. وبيوصل وتشارلي قالت له ها ايه الخطه بقى، ففتح صندوق الزباله وشالها عشان يحطها فيه، فقالت له انها محتاجه تساعده، فقال لها انه مش عاوزها تتصاب باي اذى وقفل عليها وراح يدمر البرج. لكن في واحد نزل له يحاربه ودخلوا في معركه مع بعض، وفي صاروخ طلع بالغلط لبس في صندوق الزباله اللي تشارلي فيه. كده بقى بيه الفقري وتشارلي المنحوسه لاقين على بعض، انا قلت لكم كده من الاول. وتشارلي ما اتاذتش وقررت تساعد، لكن المعركه راحت وراها والطحن كان قريب منها جدا، بس هي هربت وطلعت على البرج. وبيه شغال طحن في البتاع ده، والجيش وصل عند البرج وبدا يضرب على العربيه اللي بتبعت الرساله، وتشارلي كانت هتقع لكن مسكت في الحديد وكانت متعلقه لكن عرفت تطلع تاني. وبيه لسه شغال ضرب ومتالق جدا، معرفش جايب الرشاقه دي منين. والقلق اتحول لطياره عشان يضربه، لكن بيه ربطه بسلسله فرجع تاني لشكله الطبيعي. وقال لي بيه انت مفكر السلاسل دي هتوقفني؟ ففرتكوا بيها، هو مين اللي قالك انه عاوز يوقفك؟ وبعدها شافت شارلي وهي بتتغابى وطياره جاك خدت مدفع ووقعت وكان هيموت، لكن بيه قبله ولحقوا عشان ما تتفجرش ويموت. والقال اللي بيبعت الرساله شافت شارلي وهي بتحاول تشيل القطعه بتاعتهم وتحولت لطياره وكانت هتفجرها، لكن بيه برضه لحقها وضربها بمدفع فوقعت ونزلت دخلت في معركه مع بيه، وتشارلي عرفت تشيل القطعه دي. وبكده الرساله دي ما اتبعتتش لان الطاقه فصلت، والعربيه دي اتضايقت وطحنت بيه. يعني هي اتضايقت من تشارلي فطحنت بيه، وهو لا طب انا مالي يا لمبي، ده هي اللي بوظت رسالتي. فقالت له طب ولا يهمك، بعد ما اقتلك هقتلها وراك. وبيه دمر السد اللي وراهم، ولما العربيه دي بصت وراها وقعها ومسكها، فقالت له انت كده هتقتلنا احنا الاثنين. وفعلا في مركب شالتهم ودمرت العربيه دي، لكن بيه ما اتدمرش لانه كان واقف وراها ووقع في الميه وهو فاصل. وتشارلي نزلت له قفزه ثقه، ما هي غواصه اصلا. ولما شافها فاق وخدها وخرج، وجاك قابلهم وقال لهم لازم تهربوا من هنا قبل ما حد يجي لانهم هيدوروا عليه. وتشارلي شكرته وهو شكرهم، وبيه اتحول لعربيه ومشيوا. وتشارلي ودعت بيه عشان يمشي ومحدش يأذيه، وهو شاف عربيه تانية وصفرة برضه عشان لونه، وده بقى منظرها. وتحول ليها اللي هو يعني كده محدش هيعرفني، ايه رايك في التخفي الجديد ده؟ فاتصدمت وقالت له بقى كل ده مركبني خنفسه وانا المفروض كان عندي كاميرو. وودعها وسابها ومشي. واوبتيموس وصل للارض وقال لي بيه ان بسببك احنا دلوقتي بقى لنا مستقبل. وبعدها نادى باسمه اللي هو بيه، وهو قال له لا انا اسمي دلوقتي بامبل بي، اللي هو الاسم اللي تشارلي قالته له. وكل العربيات اللي تبع اوبتيموس وصلوا، وتشارلي كملت تصنيع العربيه اللي ابوها كان بيعملها، وخرجت تمشي بقى في الشارع وفرحت بيها جدا، وهي دي بقى العربيه. وهنا بيخلص فيلمنا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا نبدأ الفيلم التاني. هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا بيبدأ في منشأة كرين للتكنولوجيا، والمنشأة بعد ما شافت وفاء الكلاب مع البشر وكمان استخدام الجيش للكلاب في الحروب حاجة ناجحة، قررت انها تصنع كلب آلي حربي ومطور بكل انواع الأسلحة والمهارات القتالية، وده علشان يخدم الجيش في الحروب بتاعته. هنسيبهم بقى وهنروح لمايلز اللي بيحب سباقات الموتوسيكلات وكان مشارك في سباق منهم ومحافظ على المركز الأول، لحد ما صاحبه سام ضربه بالموتوسيكل فوقعه على الأرض. ولما حب يرجع للسباق تاني بسرعة لقى ان الجنزير بتاعه اتقطع ومش هيعرف يكمل السباق، فراح لابوه بسرعه علشان يركب له جنزير تاني ويكمل السباق. لكن للاسف ابوه ما كانش معاه جنزير تاني، فاضطر يروح لابو سام علشان يشتري منه جنزير. لكن ابو سام طلع يعني مش هنغلط فيه واتنمر عليهم شويه ورفض يبيع لهم واحد بحجه انه ما عندوش جنازير زياده، مع انه كان عنده عدد كبير جدا من الجنازير. ومايلز حس باليأس واستسلم للخساره هو وابوه، لحد ما ساره راحت لهم وهي معاها جنزير من بتوع ابو سام وقالت لهم خدوا هو ده اللي انتم محتاجينه واعتبروا نفسكم ما شفتونيش. وفعلا خدوا الجنزير وصلحوا الموتوسيكل بتاعهم ورجعوا تاني يشاركوا في السباق اللي كان قوي جدا وصعب على كل المتنافسين. لكن مايلز مشي براحته لحد ما قرب من خط النهايه واستخدم كل سرعته، وفعلا خطته نجحت وطلع الاول بفرق بسيط جدا بينه وبين سام. وبعد السباق سام فات على مايلز وطلب منه يحضر حفله هيعملها في بيته بالليل، ومايلز كان معجب بساره اللي راكبه جنب سام، وكمان من الواضح انها معجبه بيه برضه، فوافق انه يروح الحفله علشان عيونها مش اكتر. وبالليل شركه كراين للتكنولوجيا ضربت اجهزه الانذار لانهم اتفاجئوا باختفاء الكلب الآلي الحربي اللي هم صانعينه، ومن الواضح ان هو اللي هرب منهم. والمهندس اندريك المسؤول عن الكلب قرر انه يبحث عنه بآلة متطورة اسمها الدبور الطائر، وده لانها على هيئة دبور فعلا، وبعت منها مجموعة كبيرة علشان يوصل للكلب الآلي باقصى سرعة. والكلب ده بالمناسبة اسمه اكسل. وبالليل مايلز راح للحفلة بتاعت سام، لكن شاف انهم شوية عيال سيس وما يتقعدش معاهم بصراحة، فقرر انه
رجع لبيته تاني، لكن وهو خارج شاف في الجراج مجموعة موتوسيكلات متطورة، فشدت انتباهه ودخل يبص عليهم، لكن وهو مندمج معاهم سارة دخلت عليه وقالت له كنت بدور عليك. فسألها انت ايه علاقتك بسام؟ فقالت له امي شغالة عندهم، بتهتم بالنظافة والزرع وكل حاجة في البيت وانا عايشة معاها هنا. فسألها لو هي على علاقة مع سام، فقالت له لا ولا حتى بطيء اسمع اسمه. وهندريك لسه بيبحث عن اكسل الكلب الآلي بالدبابير بتاعته لحد ما فقد الامل لانه بقاله فترة طويلة في البحث. وكمان في واحدة من فرقة الجيش اللي هو بيعمل مشروع الكلب علشانهم اتصلت بيه وقالت له انهم في خلال يومين هيجوا يشوفوا اكسل، وده لانهم محتاجين يشوفوا التطور اللي هو وصل له، وكانوا منتظرين نتائج ترضيهم لانهم ممولين المشروع ده ب$70 مليون. ومع كده لحد دلوقتي ما شافوش اي نتائج تقنعهم انه ينفع في ارض المعركة. وفي نفس الوقت اكسل كان مستخبي في حاوية وشاف الدبابير الطائرة وهي بتبحث عنه، لكن مش عارفين يحددوا موقعه بالظبط لانه متعمد ان محدش يشوفه. وسام راح لمايلز على بيته وقال له ايه رايك تيجي معانا لاننا رايحين للغابة علشان نستعرض مهاراتنا بالموتوسيكلات ونتصور. ومايلز وافق وكان متألق جدا وبيعمل حركات جميلة بالموتوسيكل بتاعه. لكن اول ما سابه وراح يتكلم مع سام، اصحاب سام راحوا للموتوسيكل بتاع مايلز وحطوا عصير في تانك البنزين، ولما حب ياخد جولة تانية بالموتوسيكل بتاعه الكل كان بيصور لانهم عارفين اللي هيحصل. وفعلا مايلز وهو طاير بالموتوسيكل عطل منه بسبب العصير فاتقلب بيه من مكان عالي، وطبعا الكل كان بيصور اللقطة دي، وبكده هم خدوا اللي هم عاوزينه وكده هيسيبوه ويمشوا. وما فرقش معاهم انه متكسر او مش قادر يتحرك، لكن في واحد قال لسام ما ينفعش نسيبه كده، فقال له عندك حق، وساب له جيركن بنزين وشنطة اسعافات اولية. وكلهم مشيوا. وفي الوقت ده مايلز عارف انهم طلبوا منه يروح معاهم علشان يتنمروا عليه مش اكتر، وفضل عصير من تانك البنزين وحط بداله بنزين. وبعد ما شغل الموتوسيكل كان هيمشي، لكن فجأة سمع صوت غريب جاي من الحاويات اللي جنبه، فراح يشوف مين صاحب الصوت ده. ولما دخل الحاوية اللي اكسل فيها شاف عين لونها احمر بتبصله، فخاف وحاول يهرب بكل سرعته، لكن للاسف اكسل طار وراه ومايلز خد الموتوسيكل عشان يهرب بيه، لكن اكسل كان اسرع منه وبيحاول يمسكه باي طريقه. والمطارده كانت مرعبه لان اكسل لو قفشه مش هيسيب في حته سليمه، لحد ما بالصدفه اكسل خبط في مكان مليان خرده فاتصاب اصابه صعبه وما بقاش قادر يتحرك. وفي الوقت ده مايلز رجع له واكسل خاف منه ففعل وضع التدمير الذاتي، لكن بسرعه مايلز عرف يقنعه انه مش هيأذيه. وفعلا اكسل بعد ما حس بالامان وقف وضع التدمير الذاتي على اخر لحظه، وبسبب ان مايكل بقى خلاص صاحبه عينه اتحولت للون الازرق، وده معناه انه مش واخد وضع القتال. وبعد ما حلل بيانات مايلز عرف انه معاه تليفون، فبعت له عليه رساله فيها اسمه وكل بياناته، وكمان بقى بيتواصل معاه عن طريق التليفون وبيدله على المكان اللي محتاج يتصلح فيه. وفعلا مايلز بدأ يصلحه وقعد طول اليوم في المكان اللي المفروض ان الجماعه اصحابه دول سابوه فيه. وطبعا شويه المتنمرين دول رفعوا الفيديو على النت وكمان عرضوه على شاشه كبيره علشان يتفرجوا عليه براحتهم ويضحكوا بنفس قوي. وساره لما شافت الفيديو قررت انها تروح لمايلز علشان تطمن عليه. ومايلز كان عايش حياته مع اكسل وبيصلحه، وكمان ركب له بعض الاجزاء من الموتوسيكل بتاعه علشان يرجعه زي ما كان. وبعد ما صلحه حط له باقي البنزين اللي معاه علشان يفضل شغال. ولما ارتاحوا لبعض مايلز شال الكمامه اللي على بق اكسل، واكسل فرح جدا من كده وفضل يلعب مع مايلز وهم مبسوطين، وقضوا اليوم كله لعب ولهو ومستمتعين جدا مع بعض، لحد ما فجأة الدبابير الآلية شافتهم وعرفت مكان اكسل. واندريك اول ما شافه فرح جدا وكمان رفض يقبض عليه لانه اتبسط من اختلاطه مع البشر، ودي حاجه اندريك ما كانش عارف ينفذها ازاي، وعشان كده قرر انه يراقبه من بعيد بس. وساره راحت لمايلز واكسل اول ما شافها هجم عليها وكان ناوي ياكلها او يطلع منها شويه روبوتات صغيره، وهي حاولت تهرب لكن ما عرفتش وكانت خايفه لحد ما مايلز راح لها بسرعه وقال لاكسل انها صاحبته وما ينفعش يأذوها. وفعلا اكسل تقبل الوضع وساره نزلت وهي خايفه، ومايلز طلب منها تلمسه علشان يطمنوا لبعض، وفعلا ده حصل وهما الاتنين بقوا اصحاب برضه. وساره قررت انها تكمل يومها مع مايلز في المكان ده وكانوا مستمتعين بوقتهم لحد ما الليل دخل عليهم وقعدوا يفتكروا ذكريات طفولتهم مع بعض. والجو كان كئيب شويه واكسل كان قاعد بيسمعهم وبدأ يعيط بنزين من كتر الكآبه، فدخل على تليفون ساره وشغل منه اغاني وطلع لهم اشعه ليزر جميله، فقلب الجو لحاجه كده جميله ورقص وقله ادب مالناش دعوه بيها احنا دي. وكان قاعد بيتفرج عليهم وهو مبسوط انه مش هيعيط بنزين تاني. وطبعا كل اللي بيحصل ده الاخ اندريك كان شايفه من عين الكلب كانه هو اللي قاعد معاهم. وبعد ما اندريك بحث عن ملفاتهم عرف انهم من عائلات حياتهم تحت الصفر ومحتاجين اي مبلغ مالي، فقرر انهم بعد ما يطوروا حاله الكلب لانه يبقى بيعرف يتعامل مع البشر عادي يروحوا يدفع لهم مبلغ مالي مقابل انهم يسلموا الكلب. وطبعا ده بدون كلام كتير او شوشره. وفي نفس الوقت كان مبسوط جدا ان الكلب معاهم لانه بيتطور بشكل كبير لدرجه انهم كانوا
كانوا متأخرين في تدريبه لمدة 6 شهور، ودلوقتي هم بقوا متقدمين حوالي 5 سنين من التدريب. وتاني يوم سارة ومايلز خدوا اكسل معاهم في شنطة العربية علشان خايفين يأذي اي حد هيشوف، وراحوا يحطوا بنزين لكن ما كانش معاهم فلوس، واكسل طلع بيعرف يخترق اي حاجة الكترونية وحط لهم بنزين بدون ما يدفعوا اي حاجة. لا وكمان اخترق مكنة ATM اللي جنبهم وطلع لهم منها فلوس وكان مبلغ محترم، فخدوه وراحوا المكان بعيد شوية. وسارة كانت بدأت تضيع وقتها بالرسم على الجدران، وده لانها بتحب الرسم اصلا، لكن اكسل قطع رسمها ودخل على ملفات الجيش الخاصة بيه وبدأ يعرض كل معلوماته على الجدار اللي قدامه. ومايلز وسارة عرفوا انه كلب تبع الجيش وكمان ما بيقترنش غير مع انسان واحد بس، والاقتران ده بيدوم مدى الحياة. وبعد كده طلع لهم من جواه جهاز ومايلز خده وحط صباعه عليه، فقرا بيانات مايلز وكمان جرحه علشان ياخد نقطة من دمه. وبكده اكسل بقى متصل مع مايلز اتصال تام ومبقاش ينفع يتحركوا الا مع بعض في كل مكان. وفجأة سام راح لهم وكان متضايق من مايلز لانه من وجهة نظره واخد سارة منه، وكان ناوي يضربه لكن ملحقش يا عيني لان اكسل نط فوقه وكان ناوي يعمل منه يعني او ينزل منه شوية كلاب آليين. ومايلز بدأ يهين في سام وهو قاعد في مكانه، وكان كل اللي هو بيعمله انه بيقول لأكسل العب معاه استغماية او اضربه على القفا او مثلا عضه من لغاليغه، وكله الى العض من لغاليغ، يعني كل واحد يخلوا باله من لغاليغه. حتى انا عارف واحد صاحبي بيخاف من الكلاب لانه خاف على لغاليغه قوي. ولما زهق من كده قال لسام مش عاوز اشوفك قدامي تاني او بتغلس على سارة تاني، وسام قال له موافق. ومايلز قال لأكسل ده كده صاحبنا وما تأذيهوش تاني، فشافوا على انه صديقه فعلا وسابه يمشي. ولما خلع سارة قالت لمايلز انت كده بقيت زيك زي سام بالظبط، اول ما حسيت ان معاك قوة اذيته وتعتبر اذتني لاني عايشة في بيتهم وامي بتخدمهم وهم تقريبا كده بيمتلكونا. وبعد كده طلبت من مايلز انهم يقولوا لابوه على موضوع اكسل فوافق، وطلب من اكسل يستناهم في المكان ده لحد ما يرجعوا له. وبالليل سام رجع لنفس المكان بس وهو مع اصحابه، وكمان مجهزين نفسهم علشان يصوروا كل اللي هيحصل بس مباشر. وفعلا اكسل خرج لهم، لكن لما شاف سام ما حاولش يأذيه لانه واخد اوامر ان سام صديقه ما ينفعش نأذيه. وسام بدأ يرمي في الارض بنزين وطلب من اكسل يقرب منه علشان يقف فوق البنزين. وسارة جالها رسالة بالبث المباشر فشافت اللي بيحصل وعرفت ان سام ناوي يدمر اكسل، فقالت لمايلز لازم نمشي حالا. وفعلا اتحركوا وسابوا ريموت الاقتران في بيته عند ابوه. وسام ضرب اكسل بقذف لهب فولع فيه وهو واقف فوق البنزين، وده تسبب في انه اتدمر نهائي. ومايلز لما وصل له شافه وهو متدمر وحس بالحزن لانه اعتقد انه كده خلاص مش هيرجع له تاني. لكن اكسل بعت على تليفون مايلز رسالة فيها موقع يقدر يصلحه تاني، وفعلا مايلز راح للموقع المطلوب وكان عبارة عن ورشة تصليح ومفيش فيها حد، وتقريبا كده الورشة دي كانت تابعة لاكسل. ومايلز بدأ يصلحه ويعمل له الصيانة اللازمة، وسارة كانت بتساعده لحد ما خلصوا تصليحه وما عادش باقي غير انه يستعيد بياناته، ودي خطوة هو هيعملها لنفسه. لكن للاسف خدت وقت طويل وشركة كراين عرفت مكانه وبعتت فرقة امن علشان ترجعه. وفي الوقت اللي وصلوا عنده فيه كان اكسل استعاد 98% من بياناته، وبسرعة كان وصل لكامل بياناته ففاق وهجم على الفرقة الامنية. وبعد ما خلص عليهم شاف في ذكرياته ان اللي عمل فيه كده سام، وقرر انه ينتقم منه ويخليه عبرة لمن يعتبر. وراح لسام في محطة بنزين وشكله ما كانش ناوي على خير خالص، وكان بيبص له بطريقة مرعبة. انا نفسي وانا قاعد ورا الشاشة خفت منها، لكن سابه يمشي وبعد كده راح وراه. وسام كان عايش حياته في حفلة ومش عارف اللي هيحصل له ولا اللي بيطارده، لحد ما فجأة شاف اكسل وحاول يهرب، لكن اكسل ما سمحلوش يهرب. وسام دخل تحت عربية شبه البورس، وكمان مش عايز اقول لكم انه غرق المكان ميه من كتر الخوف. واكسل كان حالف انه مش هيسيبه لحد ما مايلز وصل في اخر لحظة ووقف قدامه علشان يمنعه يقتل سام، وده لانه مش عاوزه يكون كلب قاتل. لكن فجأة طيارات الدبور الطائر وصلت عندهم وكان عددهم كبير جدا، ولزقوا في اكسل وبدأوا يعملوا موجات كهربائية قوية، واكسل كان بيتألم منها لحد ما فقد كل قوته. وكمان في فرقة امنية وصلت وخدت مايلز وسارة وكمان قبضوا على اكسل. ولما راحوا عند اندريك طلب من مايلز ان يدوله مفتاح البصمة الخاص باكسل علشان يعرف يسيطر عليه تاني، وقال له لو ما سلمتنيش المفتاح ما وعدكش انك هتخرج من هنا عايش. وبعد كده حط سارة في مكان متحدد بليزر قدام اكسل، والمفروض انها لو خرجت منه اكسل واخد امر مؤقت بانه يهجم عليها. وسارة خرجت من المكان بسرعة، وفعلا اكسل كان هيهجم عليها لكن خدت كشاف ورجعت تاني، وبدأت تكلم اكسل وترسم بالكشاف اللي معاها نفس الرسمة اللي كانت بترسمها قدامه. وهو فعلا افتكرها ورفض يأذيها، وكمان اندريك ما بقاش قادر يتحكم فيه زي الاول. واكسل رجع لكامل ذكرياته وفك نفسه من الاجهزة اللي مربوط فيها، واندريك خاف فحاول يهرب لكن ما لحقش يهرب قوي لان الجيش كان في وشه وقبض عليه بعد ما عرف اللي حصل في المشروع بتاعهم اللي صارفين عليه مبلغ كبير. ومايلز خد الموتوسيكل المصنوع مخصوص عشان المسؤول عن اكسل يسوقه، وبكده هما الاتنين هيكونوا اقوى وهربوا من قوة الجيش اللي محاصراهم. وعلشان المطاردة كانت خطيرة قرروا يطاردوهم بالطيران، وكانت مطاردة قوية جدا وصعبة على اكسل ومايلز لانهم بعد هروب كتير وقعوا من على منحدر عالي.
وده تسبب في كسر دراع مايلز، واكسل كان بيحاول يساعده لكن ما عرفش، فكان هيدمر الطياره اللي بتطاردهم، لكن مايلز طلب منه يهرب ويسيبه. وفعلا اكسل نفذ الامر، لكن حس بخطر قريب منه، فعمل تحميل لبياناته كلها على شبكه نت مؤمنه جدا على الدارك ويب. وبعد كده فعل خاصيه التدمير الذاتي، وقبل ما ينفجر بص لمايلز وهو حاسس بالحزن. اول نظره دي كان يعني بيتهيألي انه كان بيودعه فيها، وفعلا انفجر وما عادش فاضل منه غير شويه مسامير. ومايلز لما شافه وهو بينفجر حزن جدا عليه، والجيش راح له قبضوا عليه هو كمان. والجيش شاف البيانات اللي اكسل رفعها على الانترنت المظلم، لكن ما عرفش يفك الشفره بتاعتها نهائي. ومايلز راح هو وصرف منحه دراسيه من الحكومه علشان يبعدوهم عن المكان ده، في حاله لو صنعوا اكسل تاني ما يرتبطش بيهم برضه. لكن وهم قاعدين بيغيروا جو، مايلز جاله جواب من ابوه، ولما فتحه لقى فيه جهاز بصمه اكسل، ولما فعل بصمته عليه تاني راح له رساله على تليفونه فيها ابلكيشن، والابلكيشن ده كان خاص باكسل وكل البيانات اللي متشفره، فعرفوا انه لسه عايش ومش ناقص غير انهم يصنعوه تاني.